تعرفي ان انت بمعلقه نشا واحده و3 معالق بالعدد من الزيت ان انت هتقدري تعمليها. انا كنت زيك بالظبط ومفكره ان انا عشان اعملها هحتاج يا اما زبده يا اما قشطه. انا عارفه ان انت ما شفتيش الطريقه دي قبل كده، بس والله هي دي طريقه الافران. تعالي بقى شوفي الجديد واحكمي انت بنفسك. وفي الاول انا هجيب طاسه، اي طاسه او اي حاجه، هنزل فيها ب3 معالق بالعدد من الزيت. انا مستخدمه زيت المطبخ العادي بتاعي، مش لازم زيت عباد ولا حاجه. وببدا ان انا ارفعهم على النار، ما بضيفش النشا غير لما الزيت يبقى معايا بالشكل ده سخن، ولا اتقدح ولا هو بارد، لازم يكون بقى الزيت سخن كده. وبعدين بنزل بمعلقه النشا وادوبها كويس جدا زي ما انتم شايفين لغايه ما الاقيش فيها اي تكتلات تماما. بعد ما دبت معلقه النشا هنزل بمعلقه واحده من السمنه، سواء نباتي او بلدي المتوفر عندك استخدمي معلقه واحده من السمنه. سبتهم على جنب، وهجيب هنا كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، عليها معلقتين 2 من السكر، عليها كمان معلقتين 2 من الدقيق. ادوب الدقيق والسكر كويس جدا، وبعدين بنزل بباكت من الخميره اللي هو ما يعادل معلقه كبيره من الخميره، وبعدين بسيبها على جنب. هبدا بقى ان انا اجيب اي بوله موجوده عندي، وهنخل نص كيلو من الدقيق، ما يعادل 3 كوبايات ونص من الدقيق. هضيف عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر وكمان رشه ملح، وهنزل بقى بخليط الزيت والنشا زي ما انتم شايفين. وابدا بقى ان انا اغلف الدقيق مع الزيت والنشا كويس قوي، والخطوه دي ناخد فيها وقتنا. اهم حاجه ان انا اتاكد ان كل دقيق اتغلف كويس وبقى عامل معايا زي حبات الرمل. هبدا بقى ان انا اكمل عجن. هنزل الاول بخليط الميه والخميره، خليط الخميره، وبعدين بكمل عجن بقى. اما تكملي عجن بميه عادي او كملي بالحليب على حسب المتوفر عندك. هتاخد معاكي حوالي كمان كوبايه الا ربع، وهتكون لمت وتكون طريه معانا بالشكل ده. هاخدها بقى على الرخامه وهخدم فيها. ايوه، القرص الفلاحي يا جماعه بتتخدم، وكل ما خدمناها احسن، كل ما طلعت معانا هشه وجميله، وانتوا هتشوفوا النتيجه قدامكم دلوقتي. خلاص العجينه بتاعتي ما شاء الله نعمت وبقت حلوه جدا. هبدا ان انا المها وهرجعها تاني البوله عشان تختبر. في الجو اللي احنا فيه ده اللي هو ولا الدنيا ساعه قوي ولا الجو حر، فهتاخد معاكي ساعه الا ربع، وتزيد معانا الازيد من الضعفين بالشكل ده. ههبط التخمير بتاعها، وهبدا بقى ان انا اقسمها. طبعا التقسيم ده حاجه ترجع لكم، كبري او صغري. انا عملتها نفس حجم الجاهزه بالظبط. باخد كل واحده وببدا ان انا افرد فيها. بصوا، من غير نشابه ولا اي حاجه. انا طلعت النشابه ولكن ما احتجتهاش. بايدك كده هتتفرد معاكي بمنتهى السهوله بسمك 1 ملي. ما تزوديش عن كده وما تقلليش عن كده، بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. اللهم بارك، حلوه جدا. سبتها عشان تختمر لتاني مره حوالي نص ساعه، وبعدين قبل ما ادخلها الفرن على طول دهنت الوش كده دهنه بسيطه من اللبن، معلقه حليب واحده بس. دخلتها بقى على فرن درجه حرارته 200 ومشغله من تحت بس. شايفين يا جماعه؟ ولازم يكون الفرن بتاعنا مسخنينه من قبلها عشان تطلع معاكي القرص طريه ودايبه بالشكل ده وزي الملبن. لازم تدخليها على فرن سخن قوي وتكون حرارته 200، او ممكن تزودي كمان، تطلع معاكي بالجمال ده ومستحيل تنشف منك تاني ابدا. اللهم بارك. كل الكميه دي بنص كيلو دقيق، ده غير كمان ان الولاد سحبوا منها ب1000 هنا يا رب. هتاكلي اجمل لقمه قرص في الدنيا. اظن بعد المنظر القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، كل التعليقات تقول لي بقى تسلم ايدك يا لولا. جربوها، سهله جدا وبسيطه واحسن من الجاهزه بكتير، والله ما في وجه مقارنه.